كان السبب الرئيسي فيها القهر النفسي لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وده كلنا احنا عايشينه. وبما إن هو يعني يتميز عننا كلنا إنه كان أمضى عمره في خدمة هذا المجتمع، فعنده حس وطني أعلى، عنده مسؤولية وطنية أعلى. ومن هذا الاتجاه ومن هذه الزاوية في الفترة الأخرانية بعد تخليه وتقاعده شعر أنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه الذي كان يمكن أن يقوم به لكي يكون هذا الوطن بشكل أفضل، وبالتالي كان ما قدرش يقاوم ولا قدر يصمد قدام الانهيار الاقتصادي والأمن والسياسي الموجود، وده السبب الرئيسي في مرضه. موضوع اطمئناننا وعدم اطمئناننا ده ما اقدرش انا اجزم فيه، ولكن احنا بطبيعتنا كأجهزة أمنية بنتشكك، ومن حقنا ان احنا نتشكك، لان هو ما كانش بيعاني من اي امراض طول حياته، عدا انه في 3 شهور الاخيره من النفسيه الشديده كان هناك شكوك طبيه انه ممكن يكون في ضعف العضله القلب، ادى هذا الى عدم قيام الكلى بوظائفها، وبالتالي كان في تجمع مياه على الرئه. وهذه الشكوك اما كان هيبقى تحول الشك الى يقين، فضلنا ان هو يروح المانيا للمستشفى المختصه، هناك اتعمل فحوصات طبيه شامله، وشال فعلا سبب ان في ميه على الرئه، وان في اشتباه في ضعف عضله القلب، وده اللي بيؤدي لان الكلى بتاعته ما تقومش بوظائفها كامله. وغادر المانيا وهو بصحه جيده، وعاد الى القاهره، ثم اتجه بعد ذلك الى ابو ظبي هو وابنائه للقضاء بعض الوقت. هناك مر نفس الظروف مره اخرى، الاخوه في الامارات قاموا بمجهود لا باس به في نفس الاتجاه، ومجهود يشكروا عليه ويحمدوا عليه، ولكن نفس القصه تكررت هناك مره اخرى. فقلنا بدل بقى ما كل شويه دكاتره مختلف في الجنسيات، فنروح لمركز الطب العالمي على اساس لو في فعلا ضعف في عضله القلب تعالج. وما راح فعلا المستشفى العالمي للولايات المتحده، كان في الفتره اللي هو البسيطه اللي قعدها هناك كان في بعض الفحوصات الطبيه، والفحوصات الطبيه للاسف الشديد لم تكتمل نتيجه ضيق الوقت اللي ربنا اراد، وراد ربنا فوق الاراده. ولكن كان تقريبا المبدا يقول انه ممكن لو هناك ضعف فعلا في عضله القلب كان ممكن ده يعالج او الادويه وليس بعمليه، وحتى لو هم كانوا ابتدوا العمليه فكان ممكن جسمه وصحته تتحمل العمليه. ولكن قضاء الله كان قبل ما يتم اي حاجه من الناحيه نقطه معينه. هو انسان طول عمره ولم يتغير. اليوم انا معرفه على مدار 30 عام مفيش حد يخبط عليه الا ما يستجيب له، حتى لو كانت حاجه خارج قدر ما يستطيع هو في اطار المنظمه والشرع. والله انا اخر حاجه الحمد لله على كده الجمله الاخرانيه اللي كانت، ولكن انا اخر اتصال كان قبل ساعه الوفاه بحوالي 6-7 ساعات، وكانت صحته جيده جدا، وكان في افاقه كامله، وكان طبيعي للغايه، لانه كان عمل له بذل بناء على كده، وكان نام بدون استمرار شديد جدا نظام نفسه، وبالتالي كانت حالته طبيعيه جدا، لكن بعدها ب4-5 ساعات حدث الحادث. اما اذا كان هناك شكوك كما يتردد فده موضوع انا طبعا ما اقدرش اجزم فيه، ولكن هناك شكوك، ما نقدرش نقول ما فيش شكوك. هل صحيح ان تم تسليم شنطه من منزل السيد عمر سليمان الى السيد المشير؟ لم يحدث. لم يحدث؟ مفيش حاجه من دي خالص، دي اشاعات مغلقه ليس لها اساس في الصحه.